ما شاء الله يا ابو احمد، هذه الاكله اللي في يدك ايش اسمها؟ هذه الأكلة شيخ علي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. يسموها عندنا في الباحة الإقط، الإقط. وفي مناطق في المملكة يسموها الجميل، والناس يسموها النظير. يسووها بحليب الغنم، وفي ناس تسوي بالماعز سمعت. وفي ناس يسووها بحليب الماعز. طيب ايش فوائدها للجسم؟ هذه مفيدة للمعدة يا سلام. ومفيدة للعظام. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، من اغنى الاشياء اللي فيها بروتين عالي، طبعا طبيعيه 100%، يجففونها اجدادنا وابائنا الاولين، الله يرحم من مات ويحفظ من بقي. آمين. وما زال ياكلونها في الحجاز وفي مناطق المملكه كامله، بل في دول العرب كامله، الله يبارك. وايضا الإقط هذا في فوائد لصحه الانسان عظيمه، لانه غني بالمعادن، الكالسيوم، فيتامين د والزنك، يعني غنيه بمعادن كثيره. وهذا الإقط ذكر في الاحاديث والسيره النبويه. اعطينا الحديث. طبعا كان الإقط طعام اساسي في المدينه، حتى يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان طعامنا الزبيب والتمر والإقط والشعير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاه الفطر قال صاعا من تمر وصاعا من إقط. وفي زواجه عليه السلام بصفيه اقام وليمه 3 أيام عباره عن تمر وإقط وسمن فقط، فكان طعام اساسي ورئيسي في المدينه. وطبعا في فوائد عظيمه، اللي ما يتقبل حموضه اليوم نقول له حطه مع تمر وشوف كيف حتستمتع به. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك. اعطونا ايش تسموه عندكم في المنطقه.